هنبدا الجزء الثاني بقى يا شباب، هنتكلم على اليوزرز والجروبس. تمام، اليوزرز والجروبس مانجمنت. تمام، او ازاي ان احنا نتعامل مع اللوكال يوزرز، لان ان شاء الله جاي قدام ان احنا ازاي ان احنا نتعامل مع اليوزرز اللي هي اوفر الداب سيرفر، او اللي هو زي الاكتيف دايركتوري كده في ويندوز. خلاص. طيب التعامل مع اليوزرات هنا في السيستم، ازاي ان انا اكريت يوزر، تمام، وازاي ان انا اكريت جروب، وازاي ان انا اضيف يوزر جوه جروب معينه، وازاي ان انا اخلي يوزر عندي يبقى ادمن يوزر، او اخلي يوزر عندي يبقى سيرفيس يوزر، او اخلي يوزر عندي يبقى نورمال يوزر. خلاص. وازاي ان انا اخلي في جروب عندي مثلا ممكن اخليها خاصه بسيرفيس، او ممكن اخلي الجروب ديت خاصه بالناس الادمنز، كل الناس اللي يدخلوا جوه الجروب ديت يبقوا هيصبحوا ادمنستريتور. خلاص. ده كده الجزئيه بتاعت مين؟ الجزئيه بتاعت اليوزرز والجروب. في الاخر خالص ازاي ان انا اخلي الباسورد او الاكونت نفسه يكسباير بعد فتره معينه، او ان انا اجبر يوزر معين ان هو لازم يغير الباسورد بتاعته كل شهر او كل شهرين، وان انا كمان اقول له لو غيرت الباسورد بتاعتك دلوقتي ما تقدرش تغيرها تاني الا اتليست لما تصبر يوم او يومين، يعني لازم تستنى يوم او يومين علشان تغير الباسورد بتاعتك تاني، لان باي ديفولت ان ممكن تغير الباسورد بتاعتك دلوقتي وتغيرها بعد دقيقه بعد دقيقه تاني وهكذا، لا ممكن اريستريكت انا الموضوع دوت في بوليسي في الكلام ده. خلاص. فازاي ان انا اعمل الكلام ده بقى عندي، كل الكلام ده ازاي ان انا اعمله في اللينكس عندي. طيب دلوقتي علشان اتعامل مع اليوزرز والجروبس نفس الكلام. وكل واحد قدامه السيستم بتاعه علشان نبتدي احنا نشتغل ايه بقى، انتوا اللي هتعملوا الكلام ده بايديكم، يعني مش هننفذ في الاخر خالص. جزء خاص باليوزرز وجزء خاص بالجروبس. ركزوا معايا يا شباب. دلوقتي علشان اكريت يوزر عندي في السيستم، كل اللي انا هعمله فيه عندي كومنت ظريف جدا اسمه يوزر اد. خلي بالكم الكومنت عماله تزيد قوي. احنا قبل الراجل ده واخدين تقريبا اتليست 12 كومنت او 13 على ما اعتقد. احنا لو عملنا كده هتلاقوا كتير قوي. وفي دلوقتي هتاخدوا حوالي 8 كومنت، يعني قبل ما نطلع بريك يعني مقفلينهم 20. ما تقلقش. دونت وري. انت في ايدي الامين. دونت وري. طيب في عندي كوماند ظريف جدا يا شباب اسمه ايه؟ اسمه يوزر اد. الكوماند اللي اسمه يوزر اد ده كل الفكره بتاعته ان انا بقول له كده يوزر اد وبعد كده اسم اليوزر بتاعي. خلاص. هيعمل ايه؟ هيكريت يوزر اسمه ايه؟ اسمه علي. واليوزر اللي اسمه علي ده معاه مجموعه اوبشنز او معاه مجموعه سيتنجز. ايه شويه السيتنجز بتاعت اليوزر ده؟ ركزوا بقى معايا. باي ديفولت الكوماند اللي اسمه يوزر اد بيكريت نورمال يوزر. باي ديفولت الكوماند اللي اسمه يوزر اد بيكريت نورمال يوزر. يبقى لو انت ما حددتش وانت بتكريت اليوزر ده هتخليه ادمن ولا هتخليه سيرفيس ولا هتخليه نورمال، باي ديفولت هيكريت نورمال. خلاص؟ طيب اليوزر ده هيبقى نورمال وهيكاونت من الراجل اللي هو اسمه 1000. هيكاونت من الاي دي اللي هو اسمه 1000. لو الاي دي اللي هو 1000 عندك محجوز يبقى هياخد الاي دي تاني 1001 1002 وهكذا. المهم ان هو هيبتدي يكاونت من فوق 1000 لان هو نورمال يوزر. طيب اليوزر ده ملوش باسورد. الكومنت ده اليوزر ده ملوش ايه؟ ملوش باسورد. وما دام اليوزر يمينه ملوش باسورد يبقى ملوش لوجن. ما دام اليوزر ملوش باسورد ملوش لوجن، يعني مش هيقدر يفتح السيستم، يعني مش هيقدر يلوج على السيستم بالاكونت نفسه. طب ليه؟ علشان السيستم بيجبر اليوزر ان لازم يكون ليه باسورد. خلاص. فلازم انت تحط باسورد. يبقى اصبح الاكونت ده تمام هيكون لوك لليوزر نفسه بس باستثناء الروت. الروت ممكن من خلال التيرمينال يسويتش لليوزر، يعني يقول له كده اس يو علي، السيستم هيسويتش له من غير ما يطلب منه الباسورد، لان اليوزر الروت لما يسويتش لليوزر مش بيطلب منه ايه؟ مش بيطلب منه الباسورد. خلاص كده؟ طيب يبقى ده ملوش باسورد. ايه كمان؟ الراجل ده مش ممبر في جروب. او تحديدا حاجه اسمها سكندري جروب. باي ديفولت احنا بيكون عندنا نوعين من الجروبس، حاجه اسمها برايمري جروب وحاجه اسمها سكندري جروب. البرايمري جروب دي الجروب بتكون بتاعه اليوزر نفسه. لما اجي اكريت يوزر اسمه علي، السيستم بيروح مكريت جروب اسمها علي. تمام؟ وتبقى دي بتاعه اليوزر دي بس. طب ليه لما بكريت اليوزر بيتكريت له جروب باسمه اسمها علي؟ قال لك ده عشان السكيورتي.
عشان ان شاء الله بعد البريك مباشره هنبقى ناخد البرميشن، هنعرف ان كل فايل بيكون عليه ايه؟ برميشن. لازم يكون الفايل عليه حاجه اسمها اونر وحاجه اسمها جروب. تمام؟ باي ديفولت انا مثلا يوزر اسمه علي كريت فايل، انا هبقى الاونر بتاعه. طب الخانه بتاعت الجروب هيتحط فيها ايه؟ السيستم مش عارف يحط فيها ايه، فيحصل عندي مشكله في السكيورتي يا كريم. فعشان احلها اعمل ايه يا يسري؟ السيستم بيروح في المكان الجروب، مكان الجروب بيحط البرايمري جروب هي بتاعت اليوزر عشان يسد الثغره ديت. خلاص؟ طب ايه السكندري جروب؟ قال لك دي الجروب الثانيه بقى اللي اليوزر بيبقى ممبر فيها، اللي انا بحط فيها اكتر من يوزر عندي. خلاص؟ وانا بكريت اليوزر ما دام ما حددتلوش يبقى مش هيكون لي ايه؟ له برايمري جروب. خلاص كده يا شباب؟ باي ديفولت الراجل ده هيكون ليه هوم، والهوم بتاعه هيكون تحت السلاش هوم باسمه هو. تمام؟ وباي ديفولت كمان اليوزر ده هيكون له شيل اسمها الباش. ما هو نورمال، لو انتم فاكرين لو رجعتوا للجدول اللي احنا كتبناه هنعرف الكلام ده. ديت مجموعه سيتنجز اليوزر بياخدها باي ديفولت وهو بيتكريت. خلاص؟ لو انت بقى عايز تغير، لو انت عايز تغير الحاجات الديفولت ديت فانت هتبتدي تدي اوبشن لكل ايه؟ لكل فانكشن معينه. لو انت يا محمد عايز تغير الاي دي، يعني عايز اليوزر ده يبقى الاي دي بتاعه ما بين 1 ل 999، يبقى انت علشان الاي دي في عندك اوبشن اسمه يو. خلاص؟ طيب وعلشان الباسورد، لا الباسورد ديت عملنا لها كوماند خاص بيها. الباسورد دي ليها كوماند خاص بيها. مش كده هيبقى سيرفيس يوزر؟ ما هو كده بالظبط، ما هو علشان احط ما هو عشان كده بقول لك باي ديفولت كان يوزر كان نورمال يوزر ما لم انت تحدد تقول انا عايزه تبع الكاتيجوري بتاع السيرفيس او تبع الكاتيجوري بتاع النورمال او السيستم يوزر. خلاص؟ طيب لو عايز تضيف اليوزر ده في الجروب يبقى انت هتقول له كده، يبقى لو انت هتهد اليوزر في جروب هتضيف الاوبشن، خلي بالك اوبشن انا نسيت داش، هتضيف الاوبشن اللي هو داش جي كابيتال. هتضيف الاوبشن اللي هو اسمه ايه؟ داش جي كابيتال. خلاص؟ طيب لو عايز اغير الهوم دايركتوري بتاع اليوزر معاك اوبشن جميل جدا، يبقى تتشينج الهوم، في عندي اوبشن داش ام دي. تمام؟ وبعد الام دي لازم احط الفول باس للهوم الجديد، يعني اللي هو المسار الجديد لو انت عايز تغير المسار ده. تمام؟ طيب لو عايز اغير الشيل بتاعت الراجل ده، يبقى لو انت عايز تغير الشيل هتديله اوبشن داش اس، وبعد الاس تحط مين؟ تحط المسار بتاع الشيل. الشيل الجديده اللي احنا اللي انا هديها لك، وانا طبعا بقول لك اسم الشيل بس انت بدورك لازم تعرف مكانها فين. بالامر اللي اسمه ايه؟ بالامر اللي اسمه ايه؟ لو انا دلوقتي جيت قلت لك انا عايز اكريت يوزر وادي له شيل معينه، بدي لك اسم الشيل بس ما بديلكش المسار بتاعه. برافو عليك. ويتش بيعرف لي مكان شيل او مكان كوماند او مكان ابلكيشن. حد فاكر الكلام ده من المره اللي فاتت؟ محدش بيذاكر. خلاص ماشي. ديت مجموعه مين؟ دي مجموعه الاوبشنز بتاعت اليوزر ده وانا بكريته. وانا بكريت اليوزر ده لو عايز احط عليه فول نيم، يعني عايز اديله فول نيم باي ديفولت اليوزر بيكون لي حاجه اسمها لوج نيم وفول نيم. فول نيم عشان لما بتكلم مع اي حد يظهر للناس الفول نيم. لوج نيم ده علشان الوج بيه، صح كده؟ لو عايز احط فول نيم لليوزر ده في عندي اوبشن جميل جدا داش سي. خلاص؟ هو بين دبل كوتيشن كده حط الفول نيم. خلاص كده يا شباب؟ طبعا بعد اليو انت لازم بعد اليو تسبيسيفاي الاي دي بتاعك. تمام؟ بعد كل اوبشن لازم تحط القيمه بتاعت الاوبشن نفسها. طيب لو بعد الجي كابيتال المفروض اللي بيجي بعد الجي اسم الجروب. خلاص كده؟ ده معناه بقى يا شباب هعمل ايه؟ ده معناه ان انا هكريت يوزر وهغير في الديفولت سيتنجز بتاعته. يبقى لو انا ما عملتش اي حاجه من الاوبشنز دي كلها هكريت اليوزر بالاوبشنز اللي فوق. لو انا بدات اسبيسيفاي اوبشن واحد او اثنين او كل الاوبشنز يبقى انا ببتدي اقول لليوزر لا انا عايز اكريت اليوزر واغير في كل الكلام ده. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. يلا بينا بقى دلوقتي كل واحد قدامه على السيستم هيكريت اليوزر اسمه. اتفضل. صح
جميل جدا. لو انا عايز احط باسورد على اليوزر، كل اللي انا اعمله اقول له كده باس دي كوماند اسمه باس دي، وبعد كده مسافه اسم اليوزر. خلاص باس دي مسافه اسم اليوزر، وانت هيسالك على الباسورد وتكررها. تمام. طيب يلا بقى كل واحد قدامه على السيستم هيكريت اليوزر اسمه يحيى، وده هيكون يوزر عادي خالص. هو اليوزر موجود بس ما تقدرش تستخدمه. هيكون لي داتا بس هيبقى ده دايركت له داتا، لكن مش هيعرف بالظبط كده. لازم احط عليه الباسورد. ما ينفعش عليه لوك وهو مره يطلب منه باسورد، بس الباسورد اللي هو هيعمله. لا اللي في دي بوليسي بقى، في بوليسي على الكلام ده. خلاص يلا كده يا شباب، في بوليسي ان انت قدام ان شاء الله تبقى تعرف الكلام دوت. خلاص ممكن جالي يوزر واقول له انت هو يخش بقى البي سي يقول له عايز باسورد وبعد كده يسيبه. بالظبط كده. خلاص كده يا شباب، يلا كل واحد هيكريت يوزر عادي اسمه يحيى بالديفولت سيتنجز بتاعته. خلاص وهنكريت يوزر كمان انا عايز يوزر يكون مش موجود معانا خالص، يوزر اسمه هيثم. يوزر اسمه هيثم. تمام. وهيثم ده فيه شويه اوبشنز بقى، او ليه شويه اوبشنز معينين. اول حاجه هيثم ده هيكون الاي دي بتاعه 3 سبعات. وهيثم ده هيكون ممبر في الجروب اللي اسمها اي دي ام او ادمنز. تمام. يبقى دي الجروب. وهيثم ده هيكون لا يا خالد وهيثم ده هيكون له شيل اسمها نو لوجن. خلاص كده يا شباب، يلا كده كريتوا لي يوزر اسمه يحيى بالديفولت سيتنجز بتاعته خالص من غير ما اغير فيه اي حاجه. بعد كده كريتوا لي يوزر تاني اسمه هيثم، وهيثم ده له اي دي رقمه 3 سبعات، وممبر في جروب ثانيه اسمها اي دي ام. والراجل ده له شيل اسمها نو لوجن. هتعملوها ازاي؟ كله ده سطر واحد. انا عايزه كله سطر واحد. مش احنا قلنا في اكتر من اوبشن؟ حط الاوبشن والقيمه بتاعته، مسافه الاوبشن والقيمه بتاعته، يعني اوبشن وقيمته، اوبشن وقيمته، وهكذا. يلا نفذوا. الشيل اسمها نو لوجن، بس لازم تسبيسيفاي الباص بتاعه وانت بتحط الشيل. فدورك بقى ان انت تعرف الشيل موجوده فين عن طريق امر اسمه ايه؟ ويتش نو لوجن. هو احنا عايزين يحيى وعايز الاثنين يفوزوا بعد لا يحيى مش عايز ادوه في الجروب اللي اسمها ابل دلوقتي خالص. انا عايز يحيى لوحده بس، لكن هيثم هو اللي ممبر في الجروب اللي اسمها اي دي ام، الاي دي بتاعه 3 سبعات، الشيل بتاعته نو لوجن. يلا مين اللي خلص؟ مين اللي نفذ؟ تمام؟ ممكن تعمل حاجه ظريفه شوف الباص فيه ممكن تشوف الترتيب لا ده كان في الامر. لا ده كان في الامر نفسه متكامل. هو عايز اعرف الباص الاول ماشي حاضر. انا عارف دلوقتي حاجه بس سموها ايه اسم تاني. كله نفذ الامر ده. انت عملت يوزر يحيى؟ انا عملت يوزر يحيى هيثم. هو المفروض بقى ان انا اقف على هو الاي دي ده المفروض ماينس يو المسافه. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده ننفذه ازاي مع بعض بقى. تعالوا نشوف ازاي هننفذه مع بعض يا شباب. يلا بينا نشوف هننفذ ازاي مع بعض الكلام ده.
اول حاجه اقول له كده يا يوزر اد انا عايز اكريت يوزر اسمه يحيى. خلاص يحيى اتكريت. لو انا عايز اتاكد ان فعلا الراجل ده اتكريت واخد الديفولت اي دي هقول له اي دي ماينس يو ليحيى. هيقول لي ان الراجل ده الاي دي بتاعه 1002 علشان انا 1001 عندي محجوز. اللي هو جمال او الله اعلم مين يعني. تمام؟ طيب جميل جدا. لو انا بقى عايز اكريت اليوزر اللي اسمه هيثم وليه سيتنجز معينه، في الحاله دي لازم تعرف ايه هي الحاجات المطلوبه وتجيبها الاول. الاي دي قيمه هتكتبها زي ما هي كده يبقى مفيش مشكله. الجروب اسم هتكتبه زي ما هو مفيش مشكله. لكن الشيل مش هتكتب الشيل زي ما هي، ده انت هتجيب مسار الشيل. صح كده؟ يبقى لازم اجيب المسار الاول قبل ما كريت اليوزر. يبقى لازم يا شباب وانا بحل حاجه او بعمل السيكونس بتاعي اشوف ايه المطالب بتاعتي واماكنها فين، خلاص عشان بعد كده انفذ عشان ما اتعبش. فانا اول حاجه اقول له كده which الشيل اللي اسمها النو لوجن. قال لي ان الشيل اللي اسمها لوجن تحت المكان ده بس كده خلاص، انا مش محتاج غير هي دي بس، هي ده الوحيد المسار اللي انا كنت محتاجه. هقدر بقى في الحاله دي اقول له كده يوزر اد كريت لي يوزر اسمه هيثم، وبعد اذنك الشيل بتاعت الراجل ده عايزها نو لوجن، والجروب بتاعت الراجل ده عايزها اي دي ام، واليو اي دي بتاع الراجل ده عايزه 3 سبعات. تمام كده؟ مفيش مشكله عادي. طيب هقول له كده انتر. خلاص اليوزر ده اتكريت. عايز اتاكد ماشي لسه الخطوه اللي جايه. عايز اتاكد هقول له كده اي دي ماينس يو للراجل اللي اسمه هيثم ماينس يو لهيثم هيطلع كام؟ 3 سبعات. لو جيت اقول له كده اي دي هيثم بس، لو جيت قلت له كده اي دي هيثم بس كده من غير اي حاجه، تمام؟ هيجيب لي المعلومات بتاعت هيثم كلها ومن ضمنها الجروبس اللي هيثم ممبر فيها. خلاص كده؟ فرجع قال لي ايه؟ قال لي ان هيثم ممبر في الجروب اللي اسمها هيثم دي البرايمري بتاعته ماليش دعوه بيها، وكمان معاه الاي دي ام. طب لو عايز اتاكد بقى من الشيل، في عندي امر اسمه جريب، وبعد كده هديله اسم اليوزر بتاعي الشيل، وبعد كده اسم اليوزر، وبعدين هديله الملف اللي هو اسمه ATC باز بي دي. باي ديفولت يا شباب كل المعلومات بتاع اليوزرز الموجودين عندي بتتخزن في الفايل اللي اسمه ATC باز بي دي. الفايل اللي اسمه ATC باز بي دي بيتخزن فيه كل المعلومات بتاع اليوزر زي اسم اليوزرات، الاي دي بتاعهم ايه، الجروب بتاعتهم ايه، الهوم دايركتوري بتاعهم فين، ونوع الشيل اللي بيستخدموها ايه. خلاص دي كلها معلومات بتتخزن عند مين؟ عند اليوزرز. عند اليوزرز. فانا لو جيت اقول له كده انتر بدا يقول لي ايه؟ بدا يقول لي يلا بس كده يا شباب عشان الساعه 11:30. قال لي بدا يقول لي هيثم والاي دي بتاعه اهوت، والمسار بتاع الهوم دايركتوري بتاعه، والشيل بتاعته اهيت. خلاص يبقى اذا انا اتاكدت من اليوزر ده. طبعا اصبر فسوة من الزمن. just give me one yes just give me one فسوة بليز. طيب يلا بينا يا شباب دلوقتي انا كده اتاكدت من اليوزر بكل المعلومات ايه، بكل المعلومات بتاعته. ايه كمان؟ لو انا عايز احط باسورد على يوزر منهم اقول له كده هرن الامر اللي اسمه باز بي دي، وبعد كده اسم اليوزر بتاعي هيثم او اي يوزر بقى مش هتفرق عندي. اقول له انتر، يقول لي طب دخل لي الباسورد الجديده، هكتب له الباسورد، هيقول لي طبعا ديت ويك وما اعرفش والكلام ده كله، ومفيش مشكله هكررها تاني. انا روت اتحذر لكن ما اتمنعش، يعني السيستم يبعت لي وورنينج يعرفني ان الحاجه ديت خطا بس ما اتمنعش ان انا اكملها. خلاص كده يا شباب؟ قال لي خلاص والله بعد ما كررتها تاني قال لي والله ان الراجل ده اخد الباسورد سكسسفول، تقدر تحط باسورد اليوزر تاني وتالت ورابع. نيجي بقى لو انا جيت كريت يوزر واخطأت في احدى الحاجات ديت وعايز اعدل في اليوزر ده، في عندي امر جميل جدا اسمه يوزر مود او يوزر موديفاي. عندي امر اسمه يوزر مود او يوزر موديفاي، بديله كده اسم اليوزر بتاعي وبعدين حط الاوبشنز اللي انت عايز تعملها موديفاي عادي خالص مفيش مشكله. يبقى يلا بينا مثلا الراجل اللي اسمه يحيى،
انا كريته ديفولت عادي خالص، يلا نضيفه في الجروب اللي اسمها اي دي ام مع هيثم. تمام؟ هقول له كده يا يوزر مود، في عندي يوزر اسمه يحيى، ماله الراجل ده؟ هقول له انا عايز اضيفه في الجروب اللي اسمها اي دي ام. خلي بالك، لا يا احمد، محمود لسه بدري محمود. خليني قبل ما انفذ الامر ده، هقول له كده اي دي يحيى، اي دي يحيى بس. يحيى هنا الجروبس بتاعته مش موجود غير في يحيى بس، صح كده؟ مش موجود غير في الجروب ديت. انفذ بقى الامر، انا ما نفذتوش المره اللي فاتت، انا عملت كانسل. اقول له يوزر مود عندي يوزر اسمه يحيى، بعد اذنك هغير له الجروب او ضيفه في الجروب اللي اسمها اي دي ام. انتر. خلاص الراجل ده اتنفذ. لو جيت اجيب الاي دي بتاع يحيى لقيت الراجل ده اتضاف. طب لو عايز اغير الاي دي، يحيى الاي دي بتاعه 1002، عايز اغيره اخليه 1010 او 10 دي، هقول له كده ايه يا يوزر مود، نفس الامر كده، اليوزر اللي اسمه يحيى انا عايز اخلي الاي دي بتاعه 1010. خلاص اتغير. لو جيت اقول له كده اي دي يحيى، طلع الاي دي الجديد بقى ايه؟ بقى 10. طب لو عايز اغير الشيل، نفس الكلام داش اس. خلاص هي الاوبشنز دي كلها بتيجي مع الراجل المحترم ده. فيها حاجه صعبه يا شباب؟ يبقى يوزر مود بيكريت اليوزر ويغير، لكن سوري يوزر اد بيكريت اليوزر ويغير الحاجات دي. اما يوزر مود بيروح ليوزر موجود وانت عايز تغير حاجه منه. خلاص كده يا شباب؟ يبقى اصبح دلوقتي الناس اللي عملت اي اخطاء معينه في اليوزر اللي اسمه هيثم ايا كان وعايزه بقى تعدل، خلاص انت اخدت الكوماند اللي اسمه يوزر مود، اسم اليوزر بعد كده هي الاوبشن تيجي كده. السنتكس واحد مفيش اي اختلاف خالص. اتفضل. بس السيد دي هنعملها الاولى، هندخلك ويز سهم منك او انبوت تاني. ده كده مستحيل الشكل كده انبوت تاني بالظبط كده، يعني بقول له خد الانبوت التاني ده ما تنهيش العمليه دلوقتي. طب يلا بينا يا شباب. اخر حاجه مع اليوزرز، في عندي كوماند جميل جدا اسمه يوزر ديل. يوزر ديل بيدلت يوزر يا خالد. يوزر ديل له شكلين، اما ان انا اقول له كده يوزر ديل واسم اليوزر بتاعي، او يوزر ديل ماينس ار واسم اليوزر بتاعي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ دايما احنا بنرجعش دي بتشيل الجروب ودي بتشيل اليوزر. اليوزر ذات نفسه دي بتشيل الجروب ودي بتشيل. جميل جدا. بصوا يعني اللي انتوا قلتوه يعني مع بعض كده، بس نقول بقى صوره ظريفه. اليوزر ديل ومعاه الاوبشن اللي اسمه ار بيدلت اليوزر بكل الملفات بتاعته. يوزر ديل بالار بيدلت اليوزر بكل ملفاته. يوزر ديل من غير ار بيدلت اليوزر كاكونت، يعني بيخلي الاكونت نفسه مش موجود، لكن الفايلات نفسها بيفضل محافظ عليها. ودي ممكن استفيد بيها مثلا لو انا في شركه تحديدا يعني قسم مثلا زي قسم الديفلوبمنت، او قسم زي قسم الاتش ار، او قسم زي السيلز، او الاقسام اللي هي كل واحد بيكون عنده اليوزر نفسه بيكون عنده داتا كتير جدا، واليوزر ده مشي وجي مكان او الموظف ده مشي وجي موظف جديد. الموظف لما يمشي انا عايز اشيل الاكونت بتاعه من على الجهاز من على السيرفر عندي، مش عايز يبقى موجود. والموظف الجديد عايز اكريت له اكونت، بس لما اجي امسح الموظف القديم مش عايز امسح الملفات. انا عايز احافظ على الملفات عشان الموظف الجديد لما يجي يطلع على الملفات بتاعته او يشوف ايه البروجكتس اللي كان ماسكها ويكمل هو عليها. فانا هستخدم الاوبشن اللي هو يوزر ديل من غير الار. لكن لو عايز ادلت اليوزر بقى من جذوره، مش عايز يبقى له اي وجود خالص في الحياه، اقول له داش ار، مش عايزه ولا فايلات. خلاص كده حد عنده مشكله في الحته دي يا شباب؟ جميل جدا. دي كده جزئيه مين؟ جزئيه اليوزرز. نيجي بقى للجروبس. الجروب سهله جدا جدا، هم 3 كوماند برضه. كوماند اسمه جروب اد، كوماند اسمه جروب مود، كوماند اسمه جروب ديل. الايه؟ ممكن ترينيم اليوزر باليوزر مود مع اوبشن اسمه داش ال اللي هو تغيير اللوجن نيم، اللي هو نيو لوجن نيم. بالمال بقى يعني بص، اصل الاوبشنز كتير قوي، احنا بنسلط الضوء على اهم
اوبشنز واديتك طريقه استخدام، وانت لو ملاحظ هي كلها اوبشن يعني استخدام واحد. اليو حط القيمه بتاعت اليو، الجي حط القيمه بتاعت الجي اللي هي الجروب، الام دي حط المسار، الاس حط المسار بتاع الشركه. تمام ازاي؟ ولما تدخل على المان بتاع الكومنت هتلاقي فيه اكتر من كده بكتير. يعني احنا بنسلط الضوء على اهم حاجه اللي هي المستخدمه قوي. تمام؟ وانت بدورك طبعا انت معاك اسبوع كامل، لازم كل كومنت تديله 5 دقائق كده ولا 10 دقائق تقرا المان بتاعه، لازم لان الكورس ما بيدكش كل حاجه. الكورس بيحطك على الطريق ويعرفك الحاجات الكومن قوي في الاستخدام، لكن في حاجات بقى ممكن يعني تطلب منك، يعني حاجات الاكسبشنز تطلب منك ما اتقالتش في الكورس، بس هي فانكشن ضمن كومنت من الكومنتس اللي انت اخدتها. ما دام فانكشن ضمن كومنت يبقى مطالب ان انت تعرف كل الفانكشنز بتاع الكومنت بتاع عن طريق المان. ده لازم. عشان كده المان او الهيد بتحط اول حاجه قلناها في اول يوم. طيب كان حد بيقول حاجه ثانيه يا شباب؟ كان حد عايز يسال حاجه ثانيه؟ طيب نيجي اخر حاجه، الجروب مش ما فيهاش حاجات كتير زي اليوزر. فاهم؟ الجروب اما ان انا بكريت جروب فاضيه، فانا بقول له كده جروب اد وبعد كده اسم الجروب بتاعتي. ده بيكريت جروب فاضيه خالص. طب ايه هي الجروب؟ الجروب دي حاجه زي نظام حاجه لوجيكال كده في السيستم. حاجه لوجيكال مش موجوده، او تقدر تقول عليه كده هو عباره عن كونتينر. تمام؟ بجمع او بحط فيه مجموعه وزارات كتير. خلاص؟ علشان لو انا عايز ابلاي سكيورتي بيرميشن معينه او بيرميشن معينه على مجموعه يوزر مره واحده. عشان ابلاي بيرميشن واحده على مجموعه يوزرز انا مش همشي على كل يوزر وامشي عليه. لو انا عايز مجموعه يوزرز يشوفوا فايلات معينه مش هينفع امشي على يوزر واحط واقول له ده يشوف الشير وده يشوف الشير وده ما ينفعش، مش لوجيك. طب ايه النظام يا عم؟ قال لك والله خد كل اليوزرات حطهم في جروب واحده، ولما انت هتيجي تابلاي بيرميشن على الجروب البرميشن دي هتطبق على كل اليوزرز اللي جواه. خلاص؟ فعشان كده عملنا حاجه اسمها الجروب، فدي حاجه لوجيكال مش موجوده اصلا في السيستم. طب ماشي يا سيدي، حاجه لوجيكال. ايه بعدين؟ ده كده انا بقول له جروب اد واسم الجروب. طب لو عايز اضيف فيها يوزرات، بالامر اللي اسمه يوزر مود. لو انت عايز تضيف يوزرز جوه الجروب الامر اللي اسمه يوزر مود. جروب اد ما بيضيفش يوزرز جوه الجروب خالص، ده بيكريت بس الجروب. تمام؟ طب يجي واحد يقول لي طب جروب مود هو اللي هيضيف يوزر، هقول لك لا يا احمد، لا يا محمود، الجروب مود هيعمل ايه؟ هيغير حاجتين بس في الجروب بتاعتي. اما الرقم بتاعها لان كل جروب بيكون لها رقم عندي في السيستم، او اما الاسم بتاعها هعمل لها رينيم. خلاص؟ طيب الرقم اللي هو معناه، بص خلي بالكم انا اي يوزر بيكون له حاجه اسمها له اي دي. دلوقتي عندي حاجه اسمها يو اي دي او يوزر اي دي، واي جروب بيكون لها حاجه اسمها اي دي اللي هو الجروب اي دي، واي بروسيس بيكون لها اي دي اللي هو البي اي دي كنا قلنا عليه في اول يوم ده اللي هو تحت الجروب. خلاص؟ فانا لو عايز اغير الجي اي دي اللي هو اللي هي الجروب اي دي، يعني لما اقول لك يو اي دي مقصود بها يوزر اي دي، اما اقول لك جي اي دي مقصود بيه جروب اي دي، اما اقول لك بي اي دي مقصود بيه البروسيس اي دي. لو انا عايز اغير الجروب اي دي اقول له كده داش جي سمول. تمام؟ وبعد كده الاي دي الجديد. تمام؟ وبعدين اسم الجروب بتاعتي. خلاص كده؟ ده لو انا عايز اغير مين؟ لو انا عايز اغير رقم الجروب نفسها. طب لو عايز اغير اسمها يا محمد، معايا اوبشن ماينس ال. ماينس ال ده اللي هو النيم. خلي بالكم بقى السنتكس هنا مختلف عن النيم بتاع الفايل. كنت برنم الفايل كنت بقول له الاسم القديم بعدين الايه؟ الاسم الجديد، صح كده؟ لا، هنا بقى الاسم الجديد الاول وبعدين الاسم القديم. ده لو انا عايز رينيم جروب. نفس الكلام لو انا عايز رينيم يوزر على فكره برضه. لو انا عايز رينيم يوزر داش النيو الاول بعد كده القديم. ماشي يا يسري؟ امسك نفسك يا يسري. برافو عليك. انت هيجيلكم احباط مني على فكره. صح؟ انا عارف. طيب ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجروب. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هو مين؟ الجروب ديل. الجروب ديل اصلا احنا قلنا الجروب دي حاجه لوجيكال يمينه مش موجوده عندي في السيستم، صح كده؟ فانا لما هدلتها ملهاش اي فايلات فرونت صور، صح كده؟ فمش محتاجه اصلا ان انا اضيف لها اوبشن لا ار ولا ال ولا ان ولا كل الحاجات دي. فكل انا اقول له كده جروب ديل واسم الجروب بتاعتي. عارفين ايه اللي بيعمل؟ بيمسك الكونتينر ده يهده بس، يكسره، واليوزرات كل واحد يرجع لمكانه الاصلي.
خلاص كده يا شباب. خلي بالكم بقى، ركزوا معايا. كل اليوزرز بيتخزنوا عندي جوه الاي تي سي باص دبليو تي. ده برضه كل الجروب بتتخزن عندي جوه الاي تي سي جوه فايل اسمه جروب. تمام؟ كل يوزر بيكون ليه باسورد. الباسورد في السيستم في اللينكس عندنا بتتخزن فين؟ الباسوردات بتاعت اليوزرز كلها بتتخزن جوه الاي تي سي جوه فايل اسمه شادو. جوه فايل اسمه ايه؟ شادو. كل الشادو ده بيتخزن فيه كل الباسوردات بتاعت اليوزرات اللي عندي في السيستم. يجي محمد بقى يطلع مبسوط جدا ويقول لي طب خلاص انا اقعد على اي سيستم وادخل جوه الفايل ده واشوف الباسوردات بتاعت الناس. صح يا محمد؟ مش هو ده اللي انت كنت عايز تعمله؟ اقول لك مش هينفع اصلا. ليه؟ عشان الباسورد هنا بتتخزن حاجه اسمها هاش تكست او هاش فاليو. مش بخزن لك الكلير باسورد تكست او مش الكلير باسورد، لا بخزن لك اللي هو مش الانكريبتد، لا الهاش. اصل الانكريبتد اي حاجه انكريبتد سهل انت تعمل لها ديكريبشن. اي حاجه انكريبتد سهل جدا ان انا اعمل لها ديكريبشن بتاعها. لكن الباسورد بخزن لك حاجه اسمها الهاش فاليو بتاعتها، اللي هو باخد الباسورد بتاعتك كده وبخلطها في خلاط كده بطريقه معينه يمينه وبطلع لك ليها هاش. الهاش ده يعني بالظبط كانك انت اديتني كيلو طماطم حطيته في الخلاط، خلطته وبعد كده اديته لك. صعب جدا، مش صعب، ده استحاله ان انت تروح ترجع الطماطم بعد ما انا خلطتها لك ديت للحبات الثانيه او ترجعها كده لشكلها الثاني. فده اللي بيعمله السيستم، بيخزن الباسورد يا شباب الهاش فاليو، بيخلطها كده في خلاط بطريقه معينه من رابع المستحيلات، من عاشر المستحيلات. اقول لكم على حاجه، الشخص اللي عامل الالجوريثم نفسه بتاع الهاش ده ما يقدرش هو يرجع الباسورد تاني. خلاص؟ ولا هو ولا السيستم ولا مين حتى في الحياه. خلاص كده؟ طيب جميل جدا. هو انا من جزئيتين الايه؟ مش الهاش ده بيكون متكون من جزئيتين اللي هم يعني بيبقى زي مثلا الام دي 5. لا دي احنا شغالين بقى، لا اصل الام دي 5 ليه الديسكربشن بتاعه. الام دي 5 فاصل الديسكربشن بتاعه. لا دي في عندي حاجه اسمها الشا 512. يبقى اقرا عن الشا 512 ده اعلى انكريبشن في الحياه. وده اصلا حاجه كده هلاميه يعني، صعب جدا ان انت تفكها اصلا. محتاجه الاف السنين، محتاجه الاف السنين، ومحتاجه جهاز. لا سوبر كمبيوتر لا مين اللي قال لك الكلام ده؟ بص سوبر كمبيوتر يعملها في ثواني لو هي انكريبتد. الحاجات اللي هي الانكريبتد سهل جدا ان انا اعملها ديكريبشن بس باجهزه هلاميه ضخمه جدا وبتاخد بروسيسنج عالي جدا. لكن الهاشات ديت للاسف زي ما قلت لك صعب جدا. لان انا مثلت لك مثال، انت اديتني المنتج بتاعك انا خلطته دغدغته خلاص ما بقاش غيرت لك شكله تماما. الهاش حتى بيقول لك لو عامل زي اللحم، هو اصلا اللحم المفروم بالظبط كده، مش هتعرف ترجعها تاني. بالظبط انتهت خلصت فعلا. فاهم ازاي؟ ويبتدي السيستم يتعامل مع الباسورد بقى بالوزن. السيستم بيتعامل مع الباسورد بالاوزان. بصوا دي حاجه تبع الانكريبشن ان شاء الله للناس اللي ناويه باذن الله ربنا يكرمها وتكمل سكيورتي تعرف يعني ايه الاوزان في الباسوردات والحاجات دي كلها والهاشات والدنيا دي كلها. اللي هو انهي بره انهي دايركتوري؟ لا اصل هو مش بيتكريت هنا. هو انا لما بكريت اليوزر بيكون في شويه ريكورد خاصه باليوزر زي اسمه والاي دي بتاعه والجي اي دي بتاعته ايه والهوم دايركتوري بتاعه موجود فين والشيل اللي بيستخدمها نوع شويه معلومات يعني المعلومات على اليوزر بالظبط بتبقى متخزنه هنا. فدي انت ما تقدرش تغيرها، دي حاجه ستاندرد. انت واصل لك ازاي؟ يعني دي حاجه تبع البيز نفسه او تبع الكود بتاع السيستم. بالانتكس عادي، اصل دي معلومات عاديه بتاعت اليوزر مش هتفرق معايا. لكن ديت الشادو دي استحاله ان انت حتى لو شفتها ما انت مش هتقدر تعمل بيها حاجه. خلي بالكم لو عندي 2 يوزرز لهم نفس الباسورد على السيستم الهاش فاليو بتاعتهم مختلفه. لو عندي يوزر الباسورد بتاعته ريدات ويوزر تاني الباسورد بتاعته ريدات، لما اجي اقارن الاثنين الاقي الاثنين مختلفين تماما. ليه؟ ممكن تبقى تسيرش بقى في يعني ليه الموضوع ده يعني علميا ليه يعني. طيب يلا بينا بقى. انا دلوقتي كريت اليوزر وعملت موديفاي في اليوزر. يلا ندلت يوزر منهم. لو جيت اقول له كده ls-l ده الراجل اللي اسمه هوم، هلاقي في فايل دايركتوري اسمه هيثم ودايركتوري اسمه يحيى. لو عايز ادلت واحد منهم اقول له كده يوزر ديل مثلا هيثم، تمام، واقول له كده يوزر ديل
داش ار يحيى. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال للهو، هلاقي ان هيثم الدايركتور لسه موجود، لكن يحيى ما بقاش ايه؟ ما بقاش موجود علشان استخدمت مين؟ استخدمت اللي هو الداش ار. طيب جميل جدا. لو انا عايز اكريت جروب بقى يا شباب اقول له كده بس كده جروب اد، بعد كده اسم الجروب وليكن مثلا اتش ار. تمام؟ لو عايز اعرف الاي دي بتاع الاتش ار هقول له كده يا جريب، في عندي حاجه اسمها اتش ار عايز اعرفها من الاي تي سي جروب، عايز اعرف المعلومات بتاعتها. قال لي ان اتش ار تمام اسمها ايه او رقمها 1002 وما فيهاش اي حد خالص. تمام كده يا شباب؟ طيب لو جيت اقول له كده يا جريب الجروب اللي اسمها اي دي ام فيها مين؟ هلاقي الجروب اللي اسمها اي دي ام فاضيه، كان فيها يحيى وهيثم بس انا دلت يحيى وهيثم فاتشالوا. صح كده؟ جميل جدا. لو انا عايز اضيف، لو انا عايز اغير الاتش ار مثلا اخلي اسمها نيو اتش ار، اقول له كده يا جروب مود انا عايز اغير النيم وعايز اسمه يبقى نيو اتش ار للجروب اللي اسمها اتش ار. لو جيت المره دي اجرب على اتش ار تاني ما بقاش اسمها اتش ار، بقى اسمها نيو اتش ار. الامر اللي اسمه جريب بقول له جريب على حاجه معينه، يعني حرف حرفين ثلاثه بيروح يجيب لي الحاجات اللي هي متكرره ديت. خلاص؟ فراح جاب لي ايه؟ جاب لي حاجه اسمها كروني. يا بنتي لا انا مش كده. جاب لي حاجه اسمها كروني ماليش دعوه بيها لان المقطع اللي اسمه اتش ار جارت من الكلمه دي نفسها، لكن انا يهمني الجروب دي بس. خلاص كده يا شباب؟ الامر اللي هو اسمه جريب بديله باترن او جزء معين من الكلمه، بيروح هو يجيب لي كل الحاجات اللي متكرره بنفس الحاجه ديت. تمام؟ لو هي يونيك مش هيجيبها غير هي دي بس، يعني لو جيت اقول له كده يا جريب جيب لي نيو اتش ار كده هي يونيك مش هيجيب غير هي دي بس، مش هيجيب اي حاجه لا قبل ولا بعد. خلاص كده يا شباب؟ لو عايز اغير الاي دي بتاع اتش ار هقول له يا يوزر مود انا عايز اغير الجي اي دي. هتخليه كام؟ هخليه مثلا 1050. طب الكلام ده لمين؟ للحاجه اللي اسمها نيو اتش ار. انتر. سوري انا بستخدم الامر اللي اسمه يوزر مود وهو اصلا الامر اسمه جروب مود. خلاص الجروب اتغيرت. لو جيت اقول له كده جريب اتش ار او نيو اتش ار هلاقي الجروب بقى اسمها ايه او رقمها 1050. لو عايز اضيف فيها يوزرات يوزر مود اليوزر بتاع اللي اسمه كمال عايز اضيفه في الجروب اللي اسمها نيو اتش ار. تمام؟ لو جيت اجرب على الجروب ده هلاقي اتضاف جواها بقى يوزر جديد اسمه ايه؟ اسمه اتش ار. اتفهمت الحته دي يا شباب؟ فيها اي مشكله؟ لو عايز ادلت الجروب جروب تل الجروب اللي اسمها نيو اتش ار. لو جيت اجرب كده على اتش ار مش هيجيب لي اي حاجه لان هي اصلا ما بقتش موجوده في الحياه تاني. تمام؟ اخر حاجه بقى ازاي ان انا اغير مجموعه بوليسي او اديت في البوليسي اللي هي موجوده على الاكونت نفسه. في عندي امر جميل جدا يا شباب اسمه، حد عايز السبوره؟ طيب حد عايز السبوره؟ ايوه برافو عليكم كده. انتوا بتتكسفوا تتكلموا ولا ايه؟ انا مش بتكسف اتكلم، انا بقول لكم عايز حد عايز السبوره بتتكسفوا ترد عليه ولا ايه؟ احنا هاديين بس. هاديين. يا سلام. ماشي. في عندي امر يا شباب اسمه سي اتش اتش. سي اتش اتش ده بيغير. بص كده لو جيت اقول له بس كده سي اتش اتش تمام؟ بس طبعا عشان ايه؟ يوزر اد علي موجود. حلو. نتعامل مع اليوزر اللي اسمه علي بقى. لو جيت اقول له كده سي اتش اتش او تشينج اتش على اليوزر سوري داش ال اليوزر اللي اسمه علي. داش ال اللي هو ليست ليست المعلومات بتاع اليوزر اللي اسمه علي. تمام؟ دي هتطلع لي شويه معلومات اول حاجه قال لي اخر مره الباسورد اتغيرت فيها يوم 19. تمام؟ الباسورد اكسباير
مش هتكسباير اصلا، يعني هتفضل اكتف مدى الحياه. طب الباسورد هتبقى اناكتف، ما هي ما دام الباسورد مش هتكسباير الباسورد عمرها ما هتبقى اناكتف اصلا، وما دام الباسورد عمرها ما هتبقى اناكتف، الاكونت نفسه عمره ما هيبقى هيكسباير خالص. تمام؟ فالاكونت هيفضل موجود عندي مدى الحياه. طيب بعد كده عندك بيقول لك المينيمم نمبر اوف دايز بتوين باسورد تشينج، اللي هو اقل عدد من الايام او اقل مده الراجل ده يقدر يغير فيها الباسورد بتاعته. باي ديفولت زيرو يعني معناها انليمتد، يعني معناها الراجل ده لو غير الباسورد ده خالد دلوقتي يقدر يغيرها بعد دقيقه، يقدر يغيرها بعد 3 دقائق، بعد 10، بعد 20 براحته عايز. تمام؟ بعد كده بيقول لك الماكسيمم نمبر اوف دايز بتوين باسورد تشينج، اللي هو ايه؟ اطول مده مسموح للراجل ده ان انا اسيب له الباسورد ده، يعني تفضل الباسورد بتاعته اكتف. هسيبها له رقم كده اللي هو 99999، رقم اصلا انت لو قسمت على 365 عشان يطلع لك بالايام يعني او بالسنين، هتلاقي عدد سنين مهول، حاجه و80 سنه ولا حاجه يعني، اللي هو يعني مدى الحياه. يعتبر الراجل ده عمره ما الاكونت ده يفضل حاجه العدد ده يعني. خلاص؟ طيب هنا بقى بيقول لك نمبر اوف دايز اوف وورنينج بيفور باسورد اكسباير، اللي هو انا هحذر الراجل ده او هبعت له نوتيفيكيشن امتى؟ اللي هو قبل ما الباسورد ده ينتهي بكام يوم. هحذر الراجل ده قبل ما الباسورد ده ينتهي بكام يوم؟ ب7 ايام، يعني معنى كده هحذر الراجل ده بعد 999992 يوم. يا دوب هبتدي احذره. تمام؟ لو انت عايز تغير بقى في الحاجات ديت، لو انت جيت قلت له كده ايه؟ change ايه داش اتش اللي هو الهيلب يعني. تمام؟ بدأ يقول لي ايه؟ يقول لي والله لو انت عايز تغير الاكسبيريشن ديت، نفسه هتقول له كده داش اي. تمام؟ باي ديفولت الاكسبيريشن ديت هنا مش هيكسبايرد خالص. تمام؟ طيب لو انت عايز الباسورد تبقى اناكتيف استخدم اللي هو الداش اي او داش اناكتيف. لو انت عايز تغير عدد الايام اللي هو المينيمم نمبر اوف دايز بتوين الباسورد تشينج اللي هي معناها كانت انليمتد، لو انت عايزها تبقى ليميتد استخدم بس داش ام سمول. لو انت عايز تغير عدد الايام نفسها اللي هو انت هتسيب الباسورد ديت افيلابل قد ايه يبقى داش ام كابيتال. لو انت عايز تحدد عدد الايام اللي انت هتحذر الراجل فيها ديت داش دبليو. يلا بينا نغير بقى. يلا نغير ايه؟ عايزين تغيروا انهي واحده فيهم؟ تعالى كده عايزين تغيروا انهي واحده فيهم؟ اختاروا لكم اي واحده. الاكسباير بتاع الباسورد ديت صح كده؟ طيب بتقول ايه يا كريم؟ طيب جميل جدا. بصوا كده الاكسباير اللي هو داش اي، وبعد كده بيقول لك الفورمات لازم تحدد الديت بقى او هتحدد امتى هتكسباير. الفورمات بتاع الراجل ده انا دخلت جوه المان علشان المان الهيلب. تمام؟ عشان كده احنا هنستعين دايما بالمان. انا مش هحفظ اي حاجه. انا عارف الحاجه ديت بس انا بوريكم يعني الحاجه مش هنفذها قدامكم على طول عشان ما تاخدوهاش حفظ. لا تشوف انا بعمل ايه وهتعملوا زي بعد كده. طيب هنا رحت جه قال لي ان انت تستخدم اللي هو الداش اي، وبعد كده بدا يقول لي ولو انت عايز تحدد حاجه معينه استخدم الفورمات ده اللي هو السنه، بعد كده الشهر، بعد كده اليوم. طيب جميل جدا. خلاص نخرج. انا عايز اغير الاكسبيريشن ديت، بقول له كده تشينج ايج. عايزك تدخل على اليوزر اللي اسمه علي، وعايز اغير الاكسبيريشن ديت بتاع الراجل ده. عايزها امتى؟ عايزها في 2016 شهر مثلا 3 يوم 28. لا ما هو هنا ديت الاكسبيريشن بالديت. ما هو احنا النهارده كام؟ 25 مثلا او 26. لا ما انت لازم تحسبها بالشكل ده. لا لازم تحسبها بالشكل دوت. هو السنتكس بتاعها كده. تمام؟ فانت بتيجي النهارده 25 عايزها 30 يوم يبقى يوم 25 زي النهارده في الشهر 25 تاني. بس هقول له كده انتر. خلاص الراجل ده اخد التغيير. لو جيت اقول له كده ليست المره دي هلاقي ان هيقول لي بقى ان الاكونت بقى يا باشا، ما الباسورد لما يكسباير الاكونت ايه؟ هتكسباير. قال لي والله يا ابني الاكونت ده هيكسباير يوم 28 مارس الجاي. خلاص كده يا شباب. لو انتوا عايزين تغيروا في اي واحده من دولت مفيش مشكله، هتقول له برده كده سي اتش اتش اليوزر بعد كده داش ام، واقول له مثلا ايه 1 اللي هو يوم 1 اللي هو الراجل ده لو غير الباسورد بتاعته دلوقتي ما ينفعش يغيرها الا تاني يوم بعد 24 ساعه. تمام؟ لو جيت اقول له كده داش ال اصبح دلوقتي دي بقت ايه؟ بقت ليها مده معينه. لو عايز اغير الراجل ده داش دبليو كابيتال، اقول له لا والله حذره قبل ما تنتهي ب5 ايام بس. تمام؟
لو جيت هنا لقيت ان ايه التحذير اتغير بعد 5 ايام، لو عايز اغير دي بقى، دي ما ينفعش ان الباسورد نفسها تفضل موجوده بالشكل الغلامي ده، فهي داش ام كابيتال، واقول له والله بص الباسورد متاحه للراجل ده مثلا الماكسيمم بتاعها 60 يوم، او وانا احط بوليسي ان الراجل ده لازم يغير الباسورد بتاعته كل ايه اللي هو ايه ماشي مفيش مشكله. لا بس انت قلت لي اكسبيريشن، انا بقول لك اللي هو انت كنت تقول لي عدد الايام اللي لازم اجبر الراجل ده يغير فيه، احنا كنا بنتكلم على موضوع الاكسبيريشن نفسه. تمام. الاكونت نفسه هيكسباير، الاكونت نفسه هيقفل، لكن الباسورد هتبقى شغاله، بس الاكونت نفسه مش محدش هيقدر يفتحه الا الروت بس. تمام. حاجه اقول له كده 60 يوم، خلاص الراجل ده خلاص بقى ليميتد ب 60 يوم، بدل ما هي ارقام كتير بقت ايه، بقت 60. ويوم 55 بالظبط، يعني بعد 55 يوم هبتدي الراجل ده ايه يتبعت له نوتيفيكيشن الحق بسرعه لازم تغير الباسورد بتاعتك قبل ما الاكونت بتاعك يتقفل. تمام كده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي اسئله في كل الحاجات اللي احنا قلناها؟ مين اللي بيسال؟ مالها؟ يعني المقصود بيها ان الباسورد ما تبقاش شغاله تاني. ما تبقاش شغاله تاني، يعني الباسورد موجوده بس خلاص ما يعني كل ما تيجي تدخلها يقول لك الباسورد صح بس معلش مش مستخدمه، يعني مش هينفع تستخدمها لازم تغيرها. لا وساعتها بعد ما تعدي الايام ديت وانت ما غيرتهاش هيروح اللي يغيرها يعني لازم تكونتاكت بالادمنستريتور، لازم الادمن هو اللي يغيرها لك بقى تاني. لان هو السيستم بيبص بيعمل ايه، بيجي يحذرك قبلها ب5 ايام و4 ايام يحذرك و3 ايام يحذرك ويومين يحذرك ويوم يحذرك وبعد كده خلاص قفلت. يعني هو مش معنى كده ان هي 5 ايام اليوم قبلها ب5 ايام يحذرك مره واحده، لا ده كل 24 ساعه هو هيحذرك لوحده. لو عايز تكتب بوليسي لليوزر ان هو بيغيرها حاجه بقى تبع البان، حاجه تبع البان او ديت حاجه تبع الاندب اللي هو الاكتيف دايركتوري نفسه، بتحط بقى البوليسي في الكلام دوت ان الراجل ده يقدر الباسورد بتاعته اكسباير خلاص مش هيقدر يستخدم الباسورد القديمه، بس لازم السيستم هيطلع له البرومبت يجبره انه يحط باسورد جديده. خلاص كده يا شباب، ده كده كل ما يخص اليوزرز والجروبس. اخر حاجه ازاي انا هحول يوزر يبقى ادمن او جروب تبقى ادمن، صح كده؟ جميل جدا. ده هياخدنا دلوقتي في تول او كوماند اسمه VIM. ده VIM ده عباره عن حاجه اسمها تكست اديتور. VIM يا شباب عباره عن حاجه اسمها تكست اديتور، يعني ايه؟ عباره عن كوماند بيدخل جوه فايل ويعدل جواه. احنا كنا اخدنا ازاي نكريت الفايل وازاي اعرض محتوى الفايل، لكن ما اخدتش ازاي اعدل في الفايل نفسه. كنا ينفع اي تكست اديتور مش هتفرق. خلاص كده؟ طيب هستخدم الراجل ده ازاي؟ سهل جدا، اقول له كده يا VIM ادخل لي جوه الATC او جوه اي فايل عامه، يعني ايه هو الفايل اللي بحط فيه اليوزرز الادمنز او الجروب الادمنز؟ اقول له كده ادخل لي جوه الATC حاجه اسمها سيدورز، فايل اسمه سيدورز. فايل اسمه ايه؟ فايل اسمه سيدورز. الراجل ده علشان اقدر انسرت في الفايل دوت، اول حاجه بدوس على حرف الاي. اول حاجه عشان اقدر انسرت في الفايل ده لازم ادوس على حرف ايه؟ على حرف الاي. تمام؟ فانا لو جيت فتحت الفايل كده قلت له كده يا VIM ادخل لي في الATC سيدورز. الفايل ده زي ما انتم شايفين هنزل تحت مش تحت خالص، يعني لحد الاكزامبل اللي هو يجي لي فين اهوت الاكزامبل دوت اللي هو الروت، والروت هو الوحيد الادمن. هطلعها لكم فوق شويه عشان تبقى تفوق. تمام؟ تحت الراجل دوت طبعا المفروض ان انا هدخل، بصوا كده لو انتم ملاحظين مش هقدر اكتب، لو كتبت اي حاجه مش بيعمل اي حاجه، بتاع سان اللي بيتحرك. طب ما عايز اكتب هقول له كده حرف الاي، اول ما ادوس له حرف الاي هلاقي ايه؟ هلاقي جالي هنا ايه؟ كلمه انزل. تعالى بقى ايه؟ انزل كده تحت. تمام؟ انزل في سطر جديد فاضي. تمام؟ واكتب اليوزر بالشكل اللي انت شايفه ده. ده معناه ايه؟ هقول له كده اليوزر بتاعي وليكن مثلا اسمه جمال، مسافه، بعد كده اقول له كده all equal all، يعني معناها الراجل ده متاح ليه ان هو يران كل الكومنت، متاح ليه ان هو يران كل الكومنتس زي الروت. بس بعد كده هاخد سبيس كمان واقول له كده all. الاول الاخيره ديت يمينه
اللي هي اني وير. اني وير ديت المقصود بيها السيستم عندنا متقسم لكاتيجوري. في كاتيجوري خاص بالسيرفيس، في كاتيجوري خاص بالستورج، وفي كاتيجوري خاص بالبروسيس، وفي كاتيجوري خاص باليوزرز. فاهم ازاي؟ قول الاخيره دي معناها هنا معناها ران كل الكومنتس. قول الثانيه ديت ان اني وير اللي هي على اي حاجه معينه بقى، على السيرفيس، على البروسيس، على الستورج، على السوفت وير، على اي حاجه. انتوا فاهمين ازاي؟ لان تحت هنا بيقول لك والله انت اصلا الوير ديت ممكن احددها. يعني ممكن اقول للراجل ده يران كومنتس بتاع الادمنستريتورز بس على النتورك بس، او على السوفت وير بس، او على السيرفيس بس، او الستورج بس، او على حسب. ما دمت انت قلت تقول هنا يعني معناها كل الكلام دوت. لو انت عملت سبيسيفاي لحاجه معينه خلاص ده انت حددت ايه بالظبط اللي يقدر يستخدمه. ده لو انا عايز اد يوزر. ده لو عايز اد يوزر. طب لو عايز اد جروب نفس الكلام، اقول له كده اسم الجروب، بعد كده كلمه اول ايكوال اول بس ما بين قوسين، وفي الاخر اول. بس في مشكله بقى بسيطه، ان السيستم هيروح يتعامل مع الاتش ار دي كانها ايه؟ كانها يوزر. عشان اقول له لا يا سيستم الاتش ار ديت عباره عن جروب، حط قبلها بس كده رمز اللي هو البرسنتج، هي رمز اللي هو 100% ده كده. تمام؟ لما تحط رمز اللي هو البرسنتج قبل الاسم ده السيستم هيعرف ان دي جروب، فهيابلاي الحاجات دي على اليوزرز اللي جواها. خلاص كده يا شباب؟ بعد ما بخلص الكلام دوت جوه الفايل بدوس على اسكيب. اسكيب ده علشان اخرج من المود اللي هو الانسرت. انا تحت هنا مكتوبه كلمه انسرت لو انتم ملاحظين. تمام؟ عايز اخرج من المود الانسرت بدوس اسكيب. بعد كده لو انا عايز اسيف واخرج بدوس له كده كولون، بعد كده دبليو كيو علامه تعجب، ده ان انا اسيف واخرج. تمام؟ ليه؟ دبليو كيو كيو. لو عايز اخرج من غير ما اسيف كولون كيو علامه تعجب، يبقى اخرج من غير ما اسيف. خلاص كده يا شباب؟ يبقى انا اول حاجه دوست على سكيب. انا عايز اسيف ولا مش عايز اسيف؟ لا انا عايز اسيف الكلام دوت عشان يبقى اليوزر اسمه جمال ادمن والجروب اللي اسمها اتش ار تبقى ادمن. يبقى اقول له كده كولون، بعد كده دبليو كيو علامه تعجب زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وبعد كده انتر. دي التول اللي اسمها دي البيزك بتاعها. لكن ان شاء الله في تراك تاني عندنا تاني فيديو خاص بالفيديو دي بقى ان احنا هنتكلم في الفيديو ساعه كامله او نص ساعه كامله نتكلم فيها في الفيديو دي. خلاص كده يا شباب؟ حد دلوقتي عنده اي مشكله في اليوزرز في الجروبس، ان انا اموديفاي، ادلت، اعدل، اغير، اضيف يوزر، اعمل اي حاجه، اغير البوليسي بتاع الباسورد، اخلي يوزر ادمن او جروب ادمن ايا كان؟ انت بتقول له كريت هيثم كريت غلط اصلا. البي كام؟ البي فور بين وليس البي فور بين. بي فور بين وليس البي فور بين. خلاص كده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله في الحاجات دي كلها؟ نسيف الكلام ده؟ طيب نسيف الفيديو. تمام؟ وموعد البريك قد قزح.